السلام عليكم. ان شاء الله الاهلي هيلعب مع الزمالك الجمعه الجايه السوبر الافريقي. بنسبه كبيره الاهلي خسران الماتش ده، مش عشان الاهلي فريق وحش ولا لعبته اي كلام ولا مدربه اي كلام. الاهلي هيخسر بسبب الزيطه والخيله الكدابه اللي جماهير الاهلي عاملاها واللعيبه القديمه. دلوقتي الاهلي السنه اللي فاتت كان بيلعب ماتش قدام اتحاد العاصمه الجزائري. اتحاد العاصمه لا هو قوي زي الزمالك ولا هو عنده لعيبه زي الزمالك، والاهلي خسر الماتش. خسروا ليه؟ بسبب ان لعيبه الاهلي كانت مستنيه بعد ما الماتش يخلص، قبل ما الماتش يبدا هم كانوا معتبرين ان هو 90 دقيقه وهيعدوا كده وخلاص، وبيفكروا ازاي هيحتفلوا مع الجماهير. ففي الاخر الجماهير ديت روحت زعلانه، والاهلي خسر سوبر سهل خالص من قدام فريق اي كلام. انت هتلاعب المنافس التاريخي بتاعك، تمام؟ انا ما بحبش جماهير الزمالك وما بعترفش بهم جماهير في الكوره، والحد يعني مثلا ايه ناقش